هذه الورطة الكبرى التي يتورط فيها إيه؟ الإنسان والبشرية المخدوعية، أن نخدع بالأسماء وبالملصقات. لا ينبغي أن نخدع أيها الإخوة. الآن من الذي نسميه دينا؟ قد ضربنا على هذا الوتر في الأسابيع المتأخرة. يهمني جدا أن أضرب على هذا الوتر، وأنا أقصد هذا بوعي، أيضا أقصد هذا بوعي. هل نسمي الشخص الحي دينا؟ لا، هذا غلبان، هذا بيستحي كثير، غلبان، هذا هبل مسكين بيستحي منزل راسه، مش متدين على هذا، غلبان هذا لأنه بيستحي. يا جماعة الشخص اللي ماشي إيه يدل الناس على أي شيء، بيقف وبيعطيك الإيه الخارطة والمعلومات والإحداثيات لا لا لا، إنسان لطيف أخلاقه طيبة بس مش متدين. يا سلام، عجيب. شخص لقي زجاجة مكسورة أخذها ونحاها حطها إيه في المسكوبل، يعني في جردل النفايات. متدين؟ ايش دخل في هذا الدين يا أخي؟ الهندوسي بيفعل هيك والبوذي كله والمسلم كمان، ما لهاش علاقة. مين متدين عندك؟ طب إذا شفت واحد لابس دشداشي ومقصرها من تحت وليح كبير، طبعا متدين يا أخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت بتلعب دور الدين كمان، يعني أنا كمان بسلم إيه سلام بيرفكت، يعني السلام عليكم ورحمة الله، تضحك لمولانا. كيف عرفت إنه متدين يا مسكين؟ أنت طلعت أنت المسكين. لأنه هذا هو. طيب في حديث بيقول هيك أبو دجداش وكذا، هذا المتدين. بس في حديث صحيح كلنا نتحفظه يقول والحياء شعبة من الإيمان. الغلبان والأهبل هذا اللي عندك النبي قال أعطاها كذا، أعطاه ملصق مشرف، أعطاه نشان، قال اللي بيستحي عنده إيه شعبة من شعب الإيمان. هذا في عنده إيمان، عنده إيمان حقيقي، هذا بالحياء. إماطة الأذى من الطريق. اللي قام الزجاجة المكسورة هذه وكذا كذا، هذا إيش هذا؟ هذا أيضا إيه من الإيمان، هذا من أدنى شعب الإيمان وأدناها، هذا أدنى شعب الإيمان، لكن هذا من الإيمان. يا أخي النبي يقول لك هذا من الإيمان، أنت لا تفهم أن هذا من الإيمان. ليه؟ العادات والتقاليد والمخدوعية بالتسميات لا تسمح لك بهذا، واللعبة التي لعبها نفر من الناس عبر العصور أرادوا أن يفهموا الناس هذا هو هذا مش متدين. نحن المتدينون بأمارة ماذا؟ لحانا طويلة، نلبس عمائم في القرن 21 ونقص الجلي على سنة محمد صلى الله على محمد وآل محمد. هذا الدين؟ هكذا فهمتم الدين. ثم يقال لك بعد ذلك انتبه، ليس لدينا رجال دين. الإسلام ليس كلنا رجال دين. إذا أردنا أن نتحدث عن رجال دين فكل مسلم هو رجل دين. لدينا علماء دين. كلام جميل لو أن الواقع صدقه. يضحكون علينا أيضا بالملصقات. انتبه، يعني لدينا في الواقع رجل دين مثل رجال الدين، كليروس يعني كليرش، مثل رجال الدين في السياق الغربي خاصة القرى الوسطي، يعني تشابهون معهم ربما 80%، مش هنقول 90%، 80%. بعضهم يدخل الناس الجنة والنار حين تعوزه الحجة، يبدأ في الأيمان وأقسم بالله وقسما بالله غير حانث كذا وكذا وكذا. بالأمس استمعت إلى كارثة، مش مقطع، هذا كارثة. يقول فيها هذا الرجل عافانا الله وإياه: يا جماعة أقول أنا فلان الفلاني وأقولها بملء الفم، كل من يقول لك أنا حداثي، أنا علماني، أنا ليبرالي، أنا كافر، كافر خارج. يخرب بيت هالشغل هذا، كيف كافر يا مولاي؟ إيه الهبل هذا؟ أي فكر هذا؟ وطبعا هو يلعب على ماذا؟ يلعب على حب الناس لدينهم والغيرة. يقول لك هذا غيران على الإسلام، بغير على الإسلام كثير. هذا الإسلام عرضه، الإسلام عرضه، لذلك هو خلاص لا يتردد في تكفير، يكفر بالعناوين. وطبعا انتبهوا في خطوة أخرى مش متقدمة، سريعة موالية كما يقول المغاربة، في خطوة موالية مباشرة تأتي: هذا شيخ، هذا علماني، كافر. كفرك وانت شيخ، لأنك انت علماني، أعطوك ملصق علماني، كفرت يا مسكين، لأنه الشيخ فلان قال كافر. ما تترددش، كل من يسمي نفسه. ما هذه الطريقة في التفقه والتفقيه، ما هذه الطريقة في الفهم، ما شاء الله، شيء عجيب يا إخواني، شيء عجيب جدا. هكذا. طيب إذن يقسمون بالله ويقطعون على غيب الله أن هذا كافر. ما معنى أنك تقطع على غيب الله أن كل من سمى نفسه علمانيا ليبراليا حداثيا إلى آخره ده كافر؟ معنى ذلك أنك تدخل ماذا؟ نار جهنم. وطبعا عادي، من الأسهل عليك أن تقسم عاد أنه بعد أن يثبت أنه علماني أو ليبرالي أو حداثي فقطعا هو في نار جهنم. القسم هنا أسهل، نسبعه 70 مرة بس 7 مرات أنه في جهنم. هذا رجل الدين. هؤلاء رجال الدين في أوروبا هنا كان لديهم
الاعتقاد أنهم يعرفون مصائر الناس. يعطيك صك غفران، يغفر لك ذنبك، دخلت الجنة. الله، أنت بتعرف؟ قال لك هي أنت نفسك بتعرف وين رايح؟ طبعا يا أخي أنا بعرف أنت وين أنت رايح. رجل دين لأنه بس إحنا عندنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف، هذا قبل أن يعرف المصير النهائي، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. لذلك في الحديث المخرج في الصحيح لما مات عثمان بن مظعون رضوان الله تعالى عليه، وشهدت فيه أهله هنيئا لك الجنة، أم السائب عفوا، فقال ما أدراك والذي نفسي بيده وأنا رسول الله. هذا حديث في البخاري، لا أدري ما يفعل بي، أنا بعرف إيش مصيري، أنت بتقول هنيئا له الجنة؟ ومع أنه النبي بكى بكاء حارا مرا، وقرضه وأبنه بقوله لقد خرج من الدنيا وما أصاب منها وما أصابت منها. قال هذا رجل زاهد. النبي يتحدث في حدود ما يعلم ولا تخفو ما ليس. النبي بيعرف أنه هذا عاش زاهدا متقللا من الدنيا عادلا عنها غير راغب فيها. النبي هنا شوف دقة النبي عليه السلام، ما قال الجنة وما جنة ونار، ما بتكلم هنا. أم السائب تكلمت، قال لها وين أنت رايح؟ وين بجد؟ لا هنا رجال الدين في أوروبا القرى الوسطية، لا صك غفران، قرار حرمان. الحرم يقول لك ألقى عليه الحرم، excommunication، يحرمك، مش حتخش الجنة للأبد، انتهيت انت. تحرم من الكنيسة في الدنيا، الإكليزيا تبعتهم، وكمان من مجد الله في الآخرة. ذهبت، هذا رجل الدين. اليوم صار عندنا شيء شبيه بهذا، يكفرون مباشرة في أضيق من فراغ الميم أو من صدر اللئيم، في ثانية يكفر لك طوائف من الناس على الاسم. علماني كافر، ليبرالي كافر، حداثي كافر. صح النوم والله، الحمد لله على ما نحن فيه. وقال لك ما عندناش تكفير وما عندناش تكفيريون وما عندناش تشدد في الدعاة الذين يتبعهم أحيانا ملايين من الشباب، ملايين. وهذه طريقتهم أيها الإخوة، هذه طريقتهم. بعدين التفتيش على عقائد الناس، أي والله أنت شوف كيف تناقش المسائل. بالله الذي لا إله إلا هو، كأنه يعلم منك ما لا تعلم من نفسك. أنا العبد الفقير، اتفق لي هذا، وأقسم بعزة جلاله الله من على هذا المنبر تكلموا في بأشياء ونسبوا إلي أشياء لا على بالي ولا على خاطري ولا قصدتها ولا أردت ولا أنا منها ولا هي مني. ويحلفونك على التلفزيونات. والله يا أخي يخرب بيت هالشغلة هذه. يا أخي أنت تتحدث كأنك تعرف أكثر من نفسي يا رجل، لا يجوز هذا. تفتش عن الضمائر أنت يا أخي، رب العالمين أنت. وأسامة بن زيد في الحروقات اليوم في المملكة السعودية، في الحروقات يقاتل كفارا، وبعدين سطى بأحدهم فتعوذ بالشهادة. هذا الرجل وقع السيف من يده، أشهد أن لا إله إلا الله، قتله أسامة. الصحابة غضبوا من هذا حتى في ساحة المعركة، لماذا قتلته أسامة؟ أوامر النبي ليس هكذا. قالها متعوذا. شوف آخر لحظة لما سقط السيف وأنا كذا، قال وبلغت الحكاية النبي وغضب غضبا شديدا. يقول أسامة حتى تمنيت أنني لم أسلم إلا يومئذ، يا ريتني أتأخر إسلامي. غضب النبي جدا جدا. أقتلته يا أسامة؟ يا رسول الله. قالها متعوذا من السيف. أشققت عن قلبه؟ شفت قلبه أنت؟ كيف تعرف أنه قالها هكذا؟ النية، الكلام في النية. أشققت عن قلبه؟ وهؤلاء يقسمون أنهم يعرفون نيتك خيرا منك في الفضائيات، يقسمون علشان يقنعوا الناس أنه كافر زنديق، انفضوا عنه، اقتلوه، كفروه، انفضوا عنه. شيء لا يصدق. وقال لك ما عندناش رجال دين. وإيش هذا؟ إيش هذه الممارسة هذه؟ هذه ممارسة رجال الدين، ممارسة رجال الدين. انتبهوا. كما قلت لكم يعني 80% من ممارسات رجال الدين. وقال لك لا عندنا علماء دين. غلط غير صحيح. وبعدين نأتي على ذكر كلمة، احنا قلنا كلمة فقيه وكلمة عالم دين. كيف نعرف انه عالم دين؟ غلط نحكي الكلام هذا. احنا هاش نحكي عشان نكون صادقين امام الله وامام الناس. نقول متكلم في الدين، قاري كتب، حافظ كتب، عارف شيء وبتكلم، نسميها كذا. هذا صدق لن نسأل عنه يوم القيامة. نقول المتكلم في الدين الدكتور فلان. الدكتور فلان المتكلم في دين الله، المتكلم في الإسلام، متكلم في الدين، بتكلم قاعد. الآن ما نصيبه من التحقق بما يقول، ما نصيبه من الصدق في قوله وفعله ودعواه، لا يعلم هذا إلا الله. لكن الأشياء عليها ولها أشباه أيها الإخوة، وعليها علامات وشيات ولها سمات.
نقاربه أيضا سنة سنتين ثلاث، نشوف مواقفه،